في الجزء الأخير من قصص حفلات عدي صدام حسين ورقصه مع بنات الجن. أنا عارفة طولت جدا، بس صدقوني القصة بتاعته وحفلاته كانت مليانة بالأحداث المرعبة اللي كشفها لنا وضح، وكنت لازم أكشف كل الأحداث. النهاردة إن شاء الله هيبقى الجزء الأخير، هنكشف أحداث خطيرة جدا. ووضاح بيقول إنه لما اتأكد إن المزرعة دي مسكونة من الجن، بس ما كانش يقدر يطلع منها، لأنه لو طلع منها بدون إذن أو أمر من عدي إنه هيبقى عارف إن هتبقى نهايته مؤكدة. كان بيقعد بال4 أيام قافل بابه عليه، بيخبطوا عليه ما بيفتحش، بيمشوا فوق بيته لا يعير اي اهتمام. كمان كانوا بيسمع صوت صفير واغاني وحاجات، ما كانش بيطلع خالص ولا بيعمل اي حاجة، لانه كان عارف ومتأكد ان هما اللي موجودين برا. لحد ما في يوم من الايام كان شيء غريب جدا، كان هو خرج كده في النهار فبيوظف في المزرعة، فقابل واحد من الفلاحين، واحد كده شيخ، فاسمه او سماه هو ابو ايوب. فهو قال له انت مالك يا وضاح، انت شكلك كده عينيك محمرة وتحتها سواد، انت ما بتنامش كويس ولا ايه، وشكلك تعبان وهلكان. قال له بصراحة هو مقدرش طبعا يحكي ولا يقول تفاصيل عن المزرعة دي، لانه ماشي بمبدأ ايه، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. قال له ان انا بشوف جن وعفاريت. فقال له لا حول ولا قوة الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اقرا قرآن وتحصن بالقرآن وصلي. هو وضاح قال ان هو بيحسب ان ابو ايوب ان هو اللي بيشوف، يعني قال تلاقيه بيحسبني ان انا اللي ملبوس. فهو ما يقدرش يقول ان بيحصل بقى هنا حفلات خمور ورقص وجن وأدارك الله من الحفلات اللي بتحصل، ما يقدرش يكشف كل ده. فهو ما يقدرش يقول الأسرار ديت. فهو الشيخ أبو أيوب حس إن شوية حاجات وضاح هو مخبيها، أو حس إن في حفلات بتحصل فيها شيء مش طبيعي. فهو يعني ايه فهم شوية، فقال له عموما تحصن بالقرآن الكريم، ده اكتر حاجة هتحميك من الحاجات اللي انت بتشوفها. بيقول انا كان عندي في اوضتي مصحف صغير، فانا قريت منه اول يوم، وكنت طبعا بستعيذ بالله منهم، وكنت بدعي بأدعية اقول يا رب يعني ابعدهم عني واصرفهم عني وكده. بيقول اول يوم كنت بشوف وبسمع نفس الحاجات، تاني يوم ابتدى الموضوع يقل، تالت يوم وما ادارك من تالت يوم بيقول ان سمعت الباب بيخبط عليا. فطبعا انا كنت مرعوب وخايف جدا، فبيقول ان انا ما فتحتش الباب، فلقيت حد بيقول افتح. مين؟ طب اللي بره. قال له انا ابو ايوب. فطبعا بيقول انا فتحت له الباب ودخل قعد معايا وكلمني مالك في ايه. قال له والله ده حصل 1 2 3، لدرجة النهاردة في اليوم الثالث انا وانا بصلي او بتوضى انا بقيت انسى، لدرجة ان انا اتوضيت 3 مرات. فبيقول كان ساكت كده، قال بس انا حسيت حاجة غريبة في الشيخ ابو ايوب، مش هو ده اللي كلمته الصبح، في حاجة متغيرة فيه، طريقة كلامه متغيرة. يا لهوي. وحتى بيقول السوالف عنده مش زي اللي انا شفتها الصبحية، في حاجة مش طبيعية. بيقول ان انا بعد شوية سمعت صوت اغاني وهيصة وضرب وموسيقى بره. فبيقول ايه ده؟ قال له بص هو اكيد عدي جه، فاهو الاغاني والحفلات ابتدت. فبيقول طلعنا، محدش قال لي ان هو جاي النهارده. فبيقول لما طلعنا انا وابو ايوب بالشك اللي جالي من ناحيته دوت، فيه ايه بالظبط، هو متغير على اللي شفته الصبح او من كام يوم بمعنى ادق. فبيقول انا ما لقيتش اي حاجه، ازاي ده انا سامع اغاني وموسيقى واغاني، في ايه؟ وسامع صوت البنات وهيصه وضحك وصهلاله بره. فبيقول ما لقيناش اي حاجه، لا عديه ولا بنات ولا موسيقى ولا حرس ولا اي حاجه. فبيقول للشيخ ابو ايوب ايه ده، هو في ايه؟ الاول لا انا اسفه، هو بيقول انا شفت البنات. فبيقول له بص اهو البنات اهو، بس ما لقاش لا عدي ولا الحرس. فاستغرب. فبص بيقول لابو ايوب بص شوف في ايه. فبيقول لسه بيقول انا ببص لابو ايوب لقيته واقف ما بيتحركش. بعد كده ببص عليه لقيته عينيه كلها بيضة،
ما فيهاش اي عين زي عين البشر، بيضة تماما. فبيقول انا طبعا جالي نوع من حالات الصرع، وقعت في مكاني وفضلت اتشنج، وبعد كده ما حسيتش بنفسي خالص. وبعد كده رايت اغمى عليا رايت الصبح، رايت هما ما جم وشافوني بالمنظر ده، انا جات لي حاله من الرعب، بقيت اصرخ واصوت، ولدرجه ان هو ممكن يبقى من غير هدوم. فهم يعني مرعوبين منه، حالته كانت بتسوء من سيء لأسوأ، لدرجة في يوم من الأيام إن هو جاء عدي مع الحرس بالنهار وقال له أنا عايز أقول لك حاجة. وضح قال له، فقال له في إيه؟ فبيقول لك واحد من الحرس قال له يعني بنظرة عينه كده، يعني خلي بالك ما تقولوش حاجة. قال له طب تعالى، فهو كان بيحبه، فقال له طب تعالى في ايه؟ قال له انا عايز اقول لك حاجه، المزرعه دي مسكونه بالجن والعفاريت. فالشيء الغريب والرد الفعل الغريب اللي عمله عدي ان هو بيقول انا لقيته بيضحك غريب قوي. فانا استغربت رد فعله لانه كان عارف فراح قال له طب انت عايز ايه؟ قال له ان انا عايز ان انا اطلع من المزرعه دي، انا مش عايز اشتغل فيها، وديني في اي مكان انا هشتغل فيه، بس انا مش عايز اكمل في المزرعه دي. كان الرد الفعل الغريب اكتر من عدي، وقال له شوف انت بالكلام اللي انت قلته دوت، انت هتفضل في المزرعة دي وهتفضل قاعد فيها لما لا نهاية. وكل الاحداث اللي حصلت دي كان قاعد فيها غصب عنه، مش قادر يعمل اي حاجة. وفعلا كان عقاب عدي الغريب ان هو خلى وضاح يستمر في المزرعة دي، وهو شكله كان عارف ان ده كان بيحصل، ودي بنات من الجن، وان دي حفلات فيها حاجة مش مظبوطة. فطبعا وكل الهستيريا والحاله النفسيه اللي جات لوضاح، وحالات الرعب والصريخ اللي كان بيجيله باللي بيشوفه، قال وان ساعات كنت بشوف ناس والاقي عينوها بيضه بعد كده، وجات له حاله من الرعب وبقى يصرخ وبيبقى من الهدوء. فبيقول لما جم الحرس فلما لقوا حالته سيئة جدا، بيقولك طلعوه من المزرعة، كان شكله هيطلعوه بعد ما يموت، وودوه للمستشفى ويتعالج. وبيقول كان قريبي اللي هو اللي جاب لي الشغلانه دي طبعا ما كانش يعرف بالمصايب اللي في المزرعه، بيقول هو اللي فضل معايا وهم ودوني المستشفى واتعالج وكده، قعد شبه الانهيار العصبي اللي جاله. وبيقول فضلت لمدة 5 شهور ان انا بتعالج، وكمان قريبه وداه عند شيخ كان بيقرا عليه قرآن، و5 شهور فضل يقرا عليه قرآن ويخلصه من اللي هو فيه. بيقول انا فضلت فترة طويلة بشوف حاجات غريبة وبسمع حاجات غريبة، لدرجة ان في ناس انا كنت بعرفهم انا بفضل معاهم واكلمهم، وبعد شويه ابص الاقي عينيهم يغمضوها ويفتحوها ويلاقيها كلها بيضه. بيقول فضلت على الوضع ده رعب وخوف وهلع، وبشوف الناس عينيها بيضه وحاجات كتيره جدا، لدرجه رايه ما ربنا فك ضيقته والحاله اللي هو كان فيها. وبيقول وضح الاحداث المرعبه اللي شافها في المزرعه دي، ولولا كده كان هيفضل مستمر فيها بسبب عدي صدام حسين اللي مكانش عايز يطلعه منها ابدا. فوضاح بيقول لشيخ يعني ليه ان انا فضلت ان انا اشوف الحاجات دي وهم لا، وكنت بشم حاجات غريبة وحاجات بتتحرق وكرتون بيتحرق وكبريت. قال ان اللي بيبقى قريب من ربنا هو اللي بيخليه يعني واخد باله من الحاجات دي، بحيث ان هو يبعد عنها ويحصن من نفسه. اما الناس اللي بايديهم يفضلوا راميين نفسهم في المعصية ويستمروا عليها ويفضلوا فاضلين في المعصية دي، هما اللي اختاروا بايديهم انهم يمشوا في الطريق ده، فيفضلوا الحاجات دي بالنسبه لهم بتبقى عاديه خلاص، ما يشوفوهاش او ما يحسوش بيها او يبقى شايفينها انه شيء عادي جدا، وربنا يلطف بيهم يوم القيامه. فده قصه الاحداث المرعبه اللي حصلت في مزرعه عدي صدام حسين، وحفلاته ورقصه مع بنات الجن وهو كان عارف، والحاجات دي اللي كشفها لنا وضح. واتمنى من اخواتي في دولة العراق ان هم يكشفوا لي زي ما قلت معلومات، او يضيفوا لي معلومات اخرى عن قصص اللي انا قلتها دي. يعني لو عندهم معلومات زياده يا ريت يقولوها لي. واتمنى ما كنتش طولت عليكم، انا عارفه ان انا طولت في الاحداث قوي، بس كنت لازم ان انا اكشف لكم الاحداث المرعبه كتير اللي حصلت في مزرعه عدي صدام حسين. سلام. واللي اول مره يشوف القناه اتمنى يشترك فيها،
اتمنى تشرفوني بانضمامكم ليها. متنسوش اللايك. سلام.